طيب عايز ترد عليهم في موضوع رمضان؟ لا 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 لا, لا خالص؟ نو كومنت بالنسبه لي يعني. لا تعليق. لا تعليق. يبقى تعليق كابتن اكرامي في موضوع رمضان لا تعليق خالص، لكن في مسانده من الناس كلها. مش محتاج ان هو يعلق. في مسانده يا كابتن اكرامي. الحمد لله في مسانده من الناس كلها حبيبي. لا حبيبي. بص يا مهيب، قبل ما نخش في الحلقه وانا شايفك انك سخن قوي كده طبعا. لا والله انا مش سخن. اقول لك كابتن اكرامي كلنا نصيبنا الا ما كتب الله لنا. يعني رمضان من الشخصيات المحترمه جدا، وفعلا يمكن اتعاملت معاه مرتين ثلاثه، شخصيه جميله. يمكن الحاجات اللي بتيجي دي بتقوي البني ادم، ويمكن ده ابتلاء من ربنا، بس ان شاء الله يعني انا هيقوم منها ويطلع منها باقوى بكتير. وكل الدعم لرمضان. طبعا اللي انا شايف بس في حاجات بس يمكن اللي بتزعل الواحد يا مهيب. وقت الشده الواحد بيحتاج الناس تبقى موجوده جنبه، الناس تتكلم. انا اللي بيزعلني او اللي بيضايقني ممكن ناس او مش هقول ناس كتير، بس في ناس يمكن ما عندهاش ضمير او ما عندهاش احساس. ده موجود في العالم كله. قصه الشماته دي بتبقى صعبه جدا. فانا بقول لك كابتن اكرامي ورمضان ان شاء الله يعني ربنا يفك اللي هو فيه وكلنا معاه، وان شاء الله بس الموضوع يبقى ان شاء الله بسيط وربنا يوفقه باذن الله. وشفت دعم كبير من اللعيبه لرمضان طبعا، لان انت ما تعرفش رمضان على المستوى الشخصي عامل ازاي يعني حاجه عظيمه. فان شاء الله ربنا يكرمه ويخرج من اللي هو فيه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن محسن، عايز تقول حاجه على رمضان؟ اكيد طبعا، كلنا يعني متاثرين جدا من الموقف. سيبك من اهلي وبيراميدز وانتقالات اللاعبين، في الاخر حاله انسانيه. وده ولد من ولاد النادي الاهلي، خدم في النادي وكان عنده مستقبل رائع وسطر بطولات وسجل اهداف، واخلاقه في الملعب بتنم عن لاعب خلوق ما فيهوش مشاكل. ممكن مساله انتقال من اهلي لبيراميدز عملت بعض الحساسيات، ولكن في النهايه يعني ده ابن من ابناء النادي الاهلي. نتمنى كلنا له الخروج بالامن من هذه الورطه او هذه المشكله، ويعود للملاعب مره اخرى. يا مهيب يبقى اسمع الكلام اللي انا بقوله. ايوه خلاص. ايوه وما تعارضنيش فيه. قول لي اهو 13 هدف. ما انت قلت 16. لا انا بقول لك في جول. لا طب استنى بس استنيت 12 مباراه. سيبك من لا انت قلت 16 هدف، قلت لك لا ما تزودهاش. يعني يا كابتن حبيبي يعني انا قلت فرق يعني عدد ماتشاته نمشيها 16. مش 12 13. لا هي 12 13. لا هي 13. 13 هدف في كام مباراه؟ في 12. سمعني كده في كام مباراه؟ هو مهيب عايز توصل حاجه كبيره. عايز اوصل ان عدد الاهداف اكتر من عدد الماتشات. عدد المباريات ده يعني ده اول مره تحصل. ده رقم صعب جدا للنادي الاهلي. دي ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي بالظبط عشان نكون متفقين. طيب عايز ترد عليه؟ رد عليه. طبعا سمعتوا عبد الواحد السيد والكابتن محسن صالح وهما بيتكلموا بيحاولوا يواسوا اكرامي. يعني واخد بالك هما بيحاولوا يواسوا اكرامي ان اكرامي متاثر يعني بموضوع رمضان صبحي، وده كان المفترض يعني. لكن طبعا اكرامي بيدور في الورق بتاعه عايز يثبت ان دخل فيه كام جون، دخل في الاهلي كام جون السنه دي 13 او 16 او دخل فيه هو كام جون. موضوع انا بالنسبه لي جنب المصيبه اللي هو فيها موضوع تافه مع كامل الاحترام. يعني حتى مش باين عليه التاثر ولا حتى اتكلم كلمه عن الموضوع، لا وبيتعمد يتجاهل الحديث في الموضوع تماما. طيب ماشي، ويعني حتى مش باين ان هو زعلان عن الموضوع. يعني مش الراجل مفترض ان هو زوج بنته، وبعدين بيقول لك مهيب بيساوي عليه وبيقول له انا شايفك مبسوط وفرحان ووشك بشوش. مهيب خلي بالك خبيث جدا جدا، بيحاول يرمي الكلمه عشان توصل للمشاهد بطريقه معينه، ودي طريقه مهيب عبد الهادي على فكره. لكن الحقيقه سيبك من مهيب خالص، احنا كنا نتوقع ان يكون في موقف يعني اكثر وضوحا شويه من الكابتن اكرامي في موضوع ازمه رمضان صبحي، خاصه ان انا من وجهه نظري الشخصيه ان شريف اكرامي نفسه واكرامي هم اللي ورا موضوع انتقال رمضان صبحي من الاهلي الى بيراميدز. وده ملوش علاقه بده، لا ليه علاقه طبعا. رمضان في الاهلي كان التزام وانضباط، وكان في ناس بتوجهه. يعني حتى لما حصل واقعة لما وقف على كرة في ماتش الزمالك حسام غالي عنفه وإدارة الأهلي اتخذت موقف قوي ليه، كان نوع من التقويم والتربية للاعب.
سلوكيا. ده ما كانش هيبقى موجود في اي مكان اخر. كان في رقابة على اللاعب، كان في محاولة لتحسين سلوكه، لكن بكل امانة قرارات رمضان صبحي الشخصية اخطأت كتير وودته للموضع اللي هو فيه دلوقتي. قراراته الشخصية، يعني حتى موقف الوقوف على الكرة ده لما الاهلي عنفه واتخذ ضده اجراء، رجع كررها برضه في ماتش الايه؟ الزمالك تاني. لكن طبعا ده يدل على ان هو مثلا عنده تفكيره محدود شويه. موضوع ان انت عايز تاخد شهاده بالتزوير او الكلام ده برضه نقطه تفكير محدوده، واللي حواليه ما كانوش بيوجهوه او كانوا بيوجهوه غلط، فادت ان احنا خسرنا لاعب كان ينتظره مستقبل باهر زي رمضان صبحي.